السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. كيف أقوم بعملية تنظيف الأعشاش بطريقة احترافية دون حصول مشاكل من ضمنها موت الفراخ أو مرض الفراخ؟ شلون لازم أنا أشتغل؟ شلون لازم أنظف؟ قبل ما أحكي عن موضوع التنظيف، قبل ما أحكي عن كيف أنا بنظف، طلعنا واحد من فترة وحكى بفيديو عن تنظيف الفراخ، ولكن قبل ما يحكي عن الفراخ حكى عن المتابعين. طيب يلي راح قدم لك انه هو مع اعتزالك لليوتيوب، والله صباطه اشرف منك. مين كان يكون؟ انا بالنسبة لإلي والله ما تابعتك ولا شفت الفيديو، ولكن احد الاصدقاء لإلي اتصل فيني قال لي ابو نصر هيك. تمام؟ هذا المتابع اساسي على اليوتيوب. هذا المتابع اساسك على اليوتيوب. صباطه هذا عم تقول له انت وصباطي سوا، والله هو الوسخ اللي بصباطه انظف منك واحسن منك. هاي خدها مني انا، هاي خدها من ابو نصر. حطها هيك نجمه: يا قليل الادب، يا قليل الذوق، يا قليل الاحترام. بقدم انا معلومات وبقدم انا فيديوهات، وهالفيديوهات هاي ممكن انت تاخذ انتقاد من الناس، ممكن الناس ما تتقبلها، ممكن الناس ما تحب طريقة اسلوبي، ممكن الناس ما تحبني انا كشخص، وهذا بيرجع لحرية المتابع ولحرية الشخص. ممكن في ناس ما بتعرف تقرا وتكتب محبة فيك بس لحتى تتفاعل معك كبسة على كبسة بدون بالخطأ. فسبحان الله ما فيني اقول لك اكثر من هيك. تربى يا ابني، تربى. عيب عيب. نحن بايام وشهور فضيله، واللي مانعني عنك شهر رمضان يا ابن الضراط، يا ابن الضراط. طيب اجينا لموضوع تنظيف الاعشاش. حكينا نحن بحلقات سابقه انه لازم نحن نقوم بعمليه سحب العش وانزاله الى الاسفل بعد 15 يوم، من 10 ل 15 يوم حسب حجم الفراخ، حسب التغذيه اللي عم بعتمدها انا للفراخ. لما بشوف انا الفراخ فتحت عيونها وشوف الفراخ كساها القليل من الريش، اقوم بعمليه سحب العش وانزاله الى اسفل القفص. عندك شغلتين وخذها من اخوك. اول شغله، لا تقرب على العش على الاطلاق. لما بكونك انت متبع معايير اللي حكيت عنها في مكافحه الفاش، بودره الفاش موجود، سائل الجلي موجود في اسفل اللباده، الحلبة المطحونه، خيطان مبلله بماء الثوم والخل. انا متبع طريقه انه العش انا ما اسحبه خالص. بالطريقه هاي انا راح احمي فراخي بشكل كامل، لانه الفرخ متى ما طلع من القفص وصار بارضيه القفص ويتدرج بعد التنظيف يا ابن الضراط، بعد التنظيف، لانه الفرخ او العش بس سحبته انت من عند الاباء وقمت بعمليه التنظيف، في بعض الافراخ راح تترك العش وتهرب، تطلع تدرج تصير بارض القفص مثل ما انتم شايفين هذا الزعنوط. شفتوه؟ طلع من العش، بس ايمتى طلع من العش؟ طلع بعد ما كسر الريش بشكل كامل، ما بخاف عليه. انا ما بقوم بعمليه التنظيف للعش على الاطلاق. مثل ما انتم شايفين هذا العش لهدول الفراخ بعد ما طلعوا من العش بشكل كامل. الطريقه الثانيه، طيب شو هي الطريقه الثانيه يا ابو نصر؟ الطريقه الثانيه يا صديقي، باليوم العاشر او باليوم ال15 لما بدي ابدا بعمليه تركيب العش الجديد للانثى من اجل عمليه وضع البيض، اقوم بعمليه التنظيف، لان الفرخ هسه ما قادر على الحراك والخروج من العش. ابدا بتنظيف العش ووضعه مكانه، وما بقى اقرب على العش على الاطلاق لحتى الفراخ تطلع من العش بشكل تلقائي. ليش بدي اعمل بهالطريقه هاي، او ليش لازم اشتغل بهالطريقه هاي؟ لانه الفراخ لما بنقوم بعمليه تنظيف العش من كل يوم والثاني، اذا طلعت من العش رح تخاف. ثاني امر رح تبرد وممكن تموت وتسبب لها امراض. ثالث امر ممكن الاباء بطلوا يطعموها. ثالث امر ممكن الاباء تلحقهم من مكان الى مكان، تقوم بعمليه تفريشهم من اجل بناء العش. رابع امر ممكن الفراخ تطلع على العش الجديد اللي عم تكون فيه الانثى بعمليه بناء العش. فالمعلومات هي اخوتي الكرام لما عم بقدم لك اياها، لاني عرفان انتم شو بدكم. بغض النظر بتحبني بتكرهني، بغض النظر بتريدني كفي بتريدني اترك، انا قلت لكم اياها وبرجع بكررها. موسم 2024 نهايه ابو النصر على اليوتيوب بالنسبه لتربيه الطيور. في شيء اسمى من هيك، في شيء احسن من هيك، في شيء انا بلاقي محلي فيه، انا بلاقي نفسي فيه اكثر من هون. هاي هواي، محبتي لهي الطيور هواي.
برجع بكرر لكم موسم 2024 نهايه ابو النصر على قناه فن تربيه الطيور، راح يكون في محتوى ثاني مختلف كل الاختلاف عن تربيه الطيور، ولكن هاي القناه مستمر. هاي القناه مستمر في تربيه الطيور ومستمر بهذه الهوايه. انا اذا ما كل يوم بشوف طير انا ما بحس، ما بنبسط. تمام؟ انا اذا ما شفت طيور ما بنبسط. المعلومه الثالثه اللي لكم اياها على موضوع انه ابو النصر راح يقدم شيء جديد او في شيء جديد راح يعمله على اليوتيوب، هو او على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه لطيور الكناري، هو امر بسيط جدا، انه راح اتخلى عن طيور الشكل وراح اعتني بطائر واحد. وهي انا بعتبرها من الاساسيات الاحتراف في طائر الكناري، لما بيكون في عندك نوع واحد عم تشتغل عليه، لا تخبص لانه هذا الامر له عواقب كثير. لا تخبص، هذا الامر له عواقب كثير. افضل نوع واحسن نوع او افضل نوع حاليا عم بحث عن ازواج، وهي الطيور الموجوده عندي تقريبا 90% بعت. في منه كان تحته بيض، وفي منه كان تحته فراخ، في منه كان راح ينتج بعت. حاليا عم بشتغل على نوع واحد هو الاغات موزايك. ريد اغات موزايك والاوبال موزايك، هذول النوعين من الطيور ممكن اشتغل عليهم بشكل كامل، تكون غرفه انتاجي كلياتها من هذا النوع لحتى اتفرد بهذا النوع. محبتي بهذا الطائر هيك. ولكن معلوماتي عن بقيه الطيور رح اتركها؟ لا. معلوماتي عن بقيه الطيور رح اهملها؟ لا. بتمنى الحلقه هاي تكون استفدتوا منها، وبتمنى هالابن الضراط يكون استفاد بطريقه التعامل مع الناس، لانه ابن الضراط رح ضل ضاغطه. وكل واحد والله انا ما شفت محتواك. هاي موضوع انه انا ضد الاعتزال، لانه انت انسان لو انك تفهم. انا ما بستنى اي واحد لحتى يقول لي انا ضد ولا معك. انا عم بقدم شيء للناس بشكل كامل، ما بستنى الناس لحتى تقيمني، انا بقيم نفسي. ما انا مستعد لا استنى حسن ولا حسين لحتى يقيمني. تمام يا ابن الضراط؟ طيب برجع بكرر لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه هاي، ولا تبخلوا علينا باللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.